قبل اي حاجة خالص عايز اقولك ان انت لو ما قدرتش تمسك نفسك وتكمل الفيديو ده للاخر فيوسفني اقولك انك بنسبة كبيرة دماغك اتعفنت. احنا الجيل اللي بيقضي وقته كله على السوشيال ميديا بس محدش واخد باله ان ده بيقتل مخنا ببطء. خليك صريح مع نفسك، كم مرة كنت قاعد تذاكر وقلت هفتح تيك توك أقلب فيه 5 دقايق بس، ولكن ال5 دقايق دي اتحولت لساعات؟ أو بتتفرج على فيلم ومليت ومش قادر تكمله فمسكت الموبايل وقعدت تقلب في الريلز، أو بتقرأ كتاب ومش قادر حتى تخلص صفحة، بقيت تحس بالتشتت والنسيان وكمان قلة التركيز، وبقى عندك ملل مستمر من الحاجات الطبيعية زي القراءة أو الدراسة أو حتى فيديو مدته دقيقة ما بتقدرش تكمله. اللي بيحصل ده مش كسل وضعف تركيز بس، ده علامة إن دماغك نفسه بدأ يتغير، بينطبق عليه مصطلح تعفن الدماغ. مش تعفن حقيقي طبعا، بس اللي بيحصل أخطر من كده بكتير، دماغك بيفقد قدرته على التفكير العميق. بس قبل ما أقولك ليه دماغك بيتعفن وإيه الحلول اللي تعملها علشان تنقذ نفسك، خلينا أعرفك الأول إيه هو تعفن الدماغ. تعفن الدماغ هو مش مرض حقيقي زي الجلطات، لكنه تعبير مجازي عن الحالة اللي بيكون فيها مخك مش قادر يركز ولا يستمتع بحاجة غير المحتوى السريع زي الفيديوهات القصيرة. يعني عقلك بيبدأ يتعود على التحفيز اللحظي السريع، وده يخليه يكسل يفكر أو يصبر على أي حاجة طويلة أو عميقة. ايه هي اسباب تعفن الدماغ؟ السبب الاول وهو المحتوى السريع. الفيديوهات القصيرة على التيك توك والانستجرام مثلا كلهم بيغذوا دماغك بمتعة فورية، بس في المقابل بيقتلوا قدرتك على الصبر والتفكير، ودماغك بيطلب المكافأة السريعة زي المدمن اللي بيطلب الجرعة، لأن التطبيقات دي مصممة علميا عشان تفرز في دماغك مادة اسمها الدوبامين كل شوية، وبالتالي لما تعمل حاجة عادية زي المذاكرة أو الشغل بتحس إنها مملة جدا. السبب التاني وهو الإشعارات اللي بتسرق انتباهك كل دقيقة، كل رنة كل إشعار بيساوي تشتيت جديد، دماغك بيتعلم يقطع تفكيره في أي لحظة، ولما تحاول تركز بعد كده مش بتعرف. السبب الثالث المقارنة المستمرة مع الناس على السوشيال ميديا. كل مرة بتشوف حد ناجح أو غني ومحقق أهدافه بتحس بالنقص، وده بيخليك تسكرول أكتر وتدور على محتوى تافه يلهيك عن الإحساس ده. رابع سبب وهو النوم القليل. قبل ما تنام بتفتح الموبايل والنور اللي طالع من الشاشة بيبعت لدماغك إشارة إن لسه أنا مش عايز أنام، فبالتالي تنام متأخر وتصحى دماغك تعبان ومش قادر يشتغل بكفاءة. والسبب الخامس وهو غياب التفكير العميق. كل حاجة عايزينها جاهزة وسريعة، ومع الوقت الجزء اللي مسؤول عن الإبداع والتفكير كفاءته بتقل. ودلوقتي بعد ما قلتلك الأسباب ما ينفعش أخليك تمشي من غير ما أقولك الحلول. إزاي تنقذ دماغك قبل ما يتعفن تماما؟ وأول حاجة لازم تاخد استراحة من السوشيال ميديا ومن التليفون عموما. ابدأ بنص ساعة من غير موبايل، خليك فيها مع نفسك، وبعد أسبوع خليها ساعة، هتحس إن دماغك بدأ يفوق من أول وجديد. تاني حاجة قلل الإشعارات وخلي وقت محدد للتطبيقات، خلي الموبايل هو اللي يخدمك مش انت اللي تخدمه. لما تكون بتذاكر أو بتعمل حاجة مهمة خلي التليفون بعيد عنك، وخليك عارف إن كل إشعار تافه بيجيلك بيساوي تشتيت زائد إن تركيزك بيقل تدريجيا. تالت حاجة درب نفسك على الملل، اقعد في مكان هادي لمدة 10 دقايق من غير ما تعمل أي حاجة، دماغك هيكرهها في الأول بس بعد كده هيشكرك. رابعا بدل المحتوى السريع بمحتوى عميق، حاول تسمع بودكاست مفيد أو تقرأ صفحة واحدة على الأقل من كتاب، خلي دماغك يتعلم يستحمل ويستمتع بالعمق. والحل الخامس نام بدري واوعى تمسك الموبايل قبل ما تنام بساعة على الأقل، جربها أسبوع واحد بس وهتشوف فرق في طاقتك وتركيزك. وآخر حاجة حاول تحرك جسمك كل يوم، المشي والجري أو حتى تمارين بسيطة بتنشط الدورة الدموية للمخ وبتخليه يفكر أنظف وأوضح. تخيل دماغك زي عضلة، لو استخدمتها صح بتبقى أقوى، لكن لما تفضل طول اليوم تغذيها بلقطات تافهة ومشاعر سريعة العضلة دي بتضعف وبتبدأ إنها تتعفن. وفي الآخر أقدر أقولك إن المشكلة مش في السوشيال ميديا نفسها، المشكلة في إننا خليناها تتحكم فينا. تعفن الدماغ مش مرض، لكنه تحذير من إنك فقدت السيطرة على وقتك وتركيزك. ابدأ بخطوة بسيطة، سيب الموبايل شوية وارجع لحياتك الواقعية. كل دقيقة بتبعد فيها من السوشيال ميديا هي دقيقة بتصلح بيها دماغك وبتسترجع نفسك. ولو حسيت ان انت استفدت من الفيديو ده ياريت ما تنسانيش باللايك والاشتراك في القناة، وكمان تشارك الفيديو ده علشان كل الناس تستفاد.